هذه القصة غير واردة في القرآن. لذلك بعض المؤرخين عالجوا السيرة النبوية رفضوا هذه القصة جملة وتفصيلا. أستطيع أن أتقفى أثر جبريل إلى المنوية. يعني عندما بلغ ماني عمر 12 جاءه كائن سماوي وقال له أنه هو ذو همانة مرسل من قبل إله الأنوار لتبليغه الرسالة، لكن قال له لم يئن لك أن تظهر لصغر سنك. وعندما بلغ 25 جاءه الكائن النوراني مرة أخرى وأعطاه كل شيء، كل ما يجب أن يعرفه عن المسألة الدينية، وانطلق للتبشير. بعد ذلك لم يعد يوجد علاقة بين ماني وبين نقول الملاك الذي نزل من السماء. فموضوع نزول شخصية ملائكية من السماء لتبليغ الوحي ليس أمرا جديدا، نراه بشكل أساسي في المنوية. يعني في التوراة الإله التوراتي كان يتكلم مباشرة معه، يعني لا يوجد وسيط. يعني وذلك دعي كريم الله موسى، لأن الله كان يتكلم إليه مباشرة. في التوراة لا يوجد وسيط وحي، كلام الله مع موسى مباشرة. وكلم الله وقال له ربك والآخرين والآخرين. يعني لا يوجد ما يعادل جبريل في التوراة. ومشروع محمد بعضه معلن وبعضه غير معلن. المعلن أن محمد بن عبد الله مشروعه كان أن يجمع كل التاريخ النبوي في خط واحد ويلخصه في القرآن الكريم. وكل ما سبق عصر النبي موجود بطريقة أو أخرى في التوراة في القرآن. لذلك يستخدم القرآن تعبير مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه. ما معنى مصدقا لما بين يديه؟ ما هو الذي بين يديه؟ المقصود الكتب السماوية الأخرى. فجاء القرآن ليصدق على ما أنزله الله سابقا ويختمه بالرسالة المحمدية. ولذلك بإحدى الآيات يقول مهيمنا عليه، مهيمنا على ما سبق. حديث الغار أشك فيه، يعني أشك فيه جدا. وبعدين كلمة أقرأ في هذه الآية من الكلمات الإشكالية، هي لا تعني أقرأ شيئا مكتوبا، لا تعني أقرأ شيئا مكتوبا. لدينا كلمة عبرية وردت في أشعياء اقرأ بمعنى ارفع صوتك بالنداء. فالمطلوب من محمد ليس أن يقرأ شيئا، لأنه لم يقدم له شيئا مكتوبا. اقرأ باسم نادي، بشر باسم ربك الذي خلق. بالنسبة لي هذا هو التفسير القطعي لهذه الآية. لم يقدم له شيئا يقرأه، ماذا يقرأ؟ هناك قصة رويت لتفسير آية اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما هل جرت هذه القصة أم لا؟ بالقرآن لا يوجد لدينا ما يؤكد أو ينفي. لا نعرف في القرآن، لا نعرف. يعني جبريل لم يرد اسم جبريل في القرآن سوى 3 مرات. 3 مرات. ومرة واحدة فيما يتعلق بالوحي، نزله جبريل على قلبك لتكون من المنذرين.
فقط. يعني جبريل بالاسم جبريل بعلاقة بالوحي ورد مرة واحدة فقط. دعي بأسماء أخرى: الروح الأمين، نزله الروح الأمين على قلبك، أيضا على قلبك. ها؟ أو الروح، يعني نستخدم كلمة الروح. الروح مجردة. جبرائيل قوة الله، قوة الله. يعني في الكنعانية الأوغاريتية وفي العبرية جبر قوة، إيل هو الإله ده. والإله يعني الله في التوراة يدعى بإيل، إلهيم، يهوه، هو 3 أسماء. جبرائيل قوة الله. في القرآن لا يوجد لقاء بين جبريل، والحديث عن لقاء بين جبريل لا نعرف. نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو اسم آخر لجبريل. فقط يعني كيف غير واضح بالقرآن، غير واضح كيف كان يتلقى الوحي عن الرسول. هذا كله أحاديث السيرة وحديث. رسل كشخص عادي ينزل ويستضيفه محمد ويخرج ويسير وياه في الطريق، يتجللان ويتسامران وتقول له: من عندك يا محمد؟ قال: عندي جبريل. تقول له: أقرأه السلام. يقول لك خديجة: تقرأ السلام. فيقول: ويرد السلام. كان أيضا مكلفا بالشؤون الخاصة بمحمد في السيرة وفي الحديث أيضا. في الحديث شيء يؤيد ما وجد في السيرة. اشتكى رسول الله لجبريل قلة الجماع، فضحك حتى بانت نواجذه، فقال له: عليك بالهريسة. الذي يريد أن يجامع وعنده 9 زوجات يمر عليهم في غسل واحد، طبعا يشتكي من قلة الجماع. قال له: عليك بالهريسة. وفي قصة أخرى: يأتيه بالهريسة لكي يقويه جنسيا. هل يمكن أن يساءل النبي كما أساء إليه المسلمون أنفسهم؟ هل يمكن؟ هم قزموا جبريل وقزموا النبي أيضا. يعني قزموا الشخصيتين. يعني لا نعرف كيف في القرآن، نعرف كيف كان يتلقى من النبي. نعرف أن هنالك وحي نزله على قلبك، وأن هذا الوحي ينزل على القلب ولا ينزل على العقل، لا ينزل على السمع. عندما نقول نزله على قلبك، يعني أنت لم تسمع شيئا، أنت وجدت أفكار ومعاني في قلبك، وعليك أن تقوم بإبلاغها. أنا أقول لك عندما تكون قدام كل من عانى الكتابة تأتيه فكرة. هل تأتيه الفكرة هذه بأصوات كاملة؟ لما تأتيه فكرة مجردة، هو بعدين يحولها إلى شيء مكتوب أو شيء مقطوع. ما هي الفكرة؟ عندما تقول جاءت لي فكرة البارحة، هل جاءتك بصوت؟ هل جاءتك بكلمات؟ الفكرة جاءتك مجملة، وأنت جعلت من هذه الفكرة شيء مقروء مسموع، لحن إذا كنت موسيقيا. هو لماذا على الإسلام أن يكون أن يمثل الإسلام شيء جديد. الإسلام شيء جديد، نبوة محمد شيء جديد، كل ما في القرآن جديد يقوم على قديم، لكنه مهيمنا عليه. يعني نحن نستطيع أن نجد مقدمات الوحي عند ماني أو عند غير ماني، لكن الوحي المحمدي شيء مختلف وخاص جدا. لا نعرف، لم يوجد لدينا معلومات من القرآن
تفيدنا أكثر مما قدمته. لذلك عندما تقول الآية الكريمة يسألونك عن الروح تفسر تفسير خاطئ. المقصود الروح هنا هو جبريل. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويتحدث عن روح الإنسان. الأصل روح الإنسان، هناك نفس الإنسان تتحول إلى الروح بعد الوفاة. هم لا يسألون عن روح الإنسان، يسألونك عن الروح، يسألونك عن جبريل. قال لهم الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خلاص سكروا لي الموضوع. القرآن لم يقدم لنا شيء عن جبريل أكثر مما تتوقعون. الإنجيل لا يوجد جبريل كما قلت لك أنا. في التوراة لا يوجد جبريل، كلام الله كان مباشرة مع. فدعني أقول لك أن مفهوم جبريل مفهوم إسلامي. له مصادره في المنوية، لكن في المنوية لم تتوسع بهذا الأمر. نزل في السنة 12 ونزل في 15 وقال له كل شيء، كل ما عليه أن يفعله ويقوم به ويبشر به. انتهى الجو هذا الكائن. في السيرة النبوية هو مرافق له عبر حياته. في القرآن ليس كذلك. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى آدم الذرية. أوحينا كيف الطريقة لا نعرف. كيف كان الله يوحي إلى محمد لا نعرف. هناك وسيط للوحي، ولكن هذا الوحي ليس بكلمات مسموعة. الآية تقول أو يرسل رسولا يكلم الرسول. هذا النوع من الوحي. الوحي هذاك مجردا هو أن يجد الرسول في قلبه في داخله أفكار ومعاني مودعة في قلبه. لم يسمع شيئا. مهمة هذا الوسيط السماوي هو أن يودع هذا أنزله جبريل على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك. كيف؟ لا نعرف. يعني النبي فورا يجد في قلبه معاني وأفكار جديدة عليه تصله بماضي الحياة الدينية. محمد لا يحتك بالله مباشرة، يجب أن يكون هناك وسيط دائما. يعني الله لا يحتك في الحالة، محمد يبقى إنسانا. يعني يجب أن يكون هناك وسيط سماوي له وضعية ما ليقوم بهذا الدور. فالإنزال على القلب يقول أنزله جبريل على قلبك. كيف؟ لا نعرف. لكن هناك وسيط. الله لا يتصل بالبشر مباشرة، لا يتصل بالعالم بشكل مباشر. دائما هناك ذلك وسائط. الله يفيض، يعني كما تفيض الشمس يفيض ضوء الشمس من الشمس، هكذا يصدر عن الله فيض إلهي يتجلى في العالم المادي. الله يحتاج إلى صلة بينه وبين الصلة ليست خارجية، هي منه، فيصدر عنه فيض. هذا الفيض الإلهي الذي صدر عن الله والذي اتصل بالعالم هو جبريل. لم يذكر كملاك أصلا في القرآن، لم يذكر كملاك. لأنه صار الناس في مرحلة من الوعي والتقدم والفهم، يستطيعون أن يكونوا مسؤولين عن أنفسهم. يعني لا يوجد عندي سؤال آخر، جواب آخر. يعني حتى الآن كنا نرسل رسل، لكن الآن البشرية وصلت إلى مرحلة لم تعد بحاجة إلى معونة من قبل الله. على البشرية أن تتابع لنفسها، وما قدمه ما جاء به الإسلام وما قال به محمد صالح إلى نهاية الأزمة.
باعتبارها آخر الرسالات. ولم يكن عنده أي معجزة بصريح النص القرآني. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. دائما عم نرسل نعمل نحن آيات، هذا المقصود بالآيات هي المعجزات. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. إذا طالما أن الكل يكذب بها فمحمد لن يكون لديه معجزة، من يكون لديه هذا النوع من الآيات. عندما حصل كسوف أو خسوف عندما مات إبراهيم، أليس كذلك؟ فقالوا آية من السماء، وقالوا من الشمس والقمر آيتان من عند الله لا يكسفان لموت أحد من البشر. هو لفظ المعجزة، يعني كان يستطيع أن يتبنى هذه المعجزة الطبيعية التي حصلت. القول بأن كلمة اقرأ في مطلع سورة العلق لا تعني القراءة الحرفية، وإنما تعني ارفع صوتك بالنداء، استنادا إلى جذر عبري أو آرام مشابه. هو استنتاج يتجاهل أبسط قواعد المنهج اللغوي المقارن قبل أن يتجاهل النص القرآني نفسه. المنهج السليم في الدراسات السامية المقارنة يقتضي أولا إثبات أن الكلمة العربية قرأ غير مستخدمة في العربية الفصحى بمعناها المعروف قبل نزول القرآن، ثم البحث عن أصل أجنبي يفسر الاستخدام القرآني الشاذ، لكن الواقع هو العكس تماما. مادة أرآ مستخدمة في الشعر الجاهلي وفي النثر العربي القديم بمعنى القراءة والتلاوة وتتبع الكلام المكتوب أو المحفوظ، وهي مادة سامية مشتركة أصلا، بمعنى أن وجود جذر مشابه في العبرية لا يدل على أن العربية استعارت المعنى من العبرية أو أن معناها الأصلي كان مختلفا، بل يدل فقط على قرابة لغوية بين لغتين ساميتين، وهو أمر بديهي لا يحتاج إلى إثبات. الانتقال من وجود جذر مشترك إلى إسمان لاستبدال المعنى العربي المستقر بمعنى آخر مستقى من لغة أخرى قفزة منهجية غير مبررة، وهي بالضبط النوع من الأخطاء التي حذر منها علماء اللغات السامية أنفسهم تحت مسمى المغالطة الاشتقاقية، أي افتراض أن أصل الكلمة في لغة قديمة يحدد معناها الفعلي في لغة لاحقة استخدمتها بمعنى مختلف تماما عبر قرون من الاستعمال الحي. أما الاستدلال بالحديث النبوي الذي يروي أن محمدا قال لجبريل ما أنا بقارئ أو ما أقرأ، فهو في الحقيقة يدعم القراءة اللغوية التقليدية للكلمة أكثر مما يضعفها. الرواية بتفاصيلها تصور موقفا فيه طلب لفعل القراءة تحديدا وليس طلبا للنداء أو رفع الصوت، والنص القرآني نفسه في السورة يمضي بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق ليقول اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، والإشارة إلى القلم في السياق مباشرة تجعل تفسير الفعل بمعنى القراءة المرتبطة بالكتابة أكثر اتساقا مع البناء الداخلي للنص من افتراض معنى النداء الذي لا علاقة له بالقلم أصلا. تفسير اقرأ بمعنى النداء يفكك الترابط الموضوعي بين الآيات الأربع الأولى من السورة، بينما التفسير التقليدي يحافظ على وحدة السياق، قراءة، خلق، تعليم بالقلم، تعليم الإنسان ما لم يعلم. حين يضطر تفسير جديد إلى كسر الانسجام الداخلي للنص لكي يستقيم، فإن عبء الإثبات يقع على من يطرحه لا على من يتمسك بالقراءة التي تحافظ على تماسك النص. الادعاء بأن اسم جبريل ورد في القرآن 3 مرات فقط يستخدم هنا استخداما إحصائيا مضللا، لأنه يسقط من الحساب كل الآيات التي تتحدث عن الوحي وتصفه بأسماء أخرى مثل الروح الأمين والروح القدس، وهي في التفسير الإسلامي المتفق عليه إشارات لنفس الكائن. حصر الإحصاء في الاسم العلم جبريل وحده، ثم البناء على هذا الحصر لاستنتاج أن القرآن مقتصد أو لا يعرف الكثير عن جبريل، مغالطة إحصائية معروفة تسمى مغالطة العد الانتقائي، إذ يتم اختيار وحدة القياس بطريقة تضمن مسبقا النتيجة المرغوبة. لو أحصيت كل الإشارات إلى الوحي ووسطته في القرآن من الروح الأمين إلى الروح القدس إلى نزل به وأوحينا إليك، لظهر أن الحديث عن هذا الكائن ووظيفته أوسع بكثير مما يوحي به الاقتصار على الاسم العلم وحده، كما أن قلة عدد ذكر اسم معين في نص ديني لا تعني بالضرورة قلة المعرفة به أو هامشيته.
فاسم الله نفسه لا يرد بصيغ متعددا إحصائيا بنفس الطريقة في كل الديانات التي تؤمن به إيمانا راسخا. والقياس بين تكرار الاسم ومركزية الشخصية قياس هش لا يصمد أمام أبسط مقارنة نصية. أما مقاربة قصة جبريل بقصة ماني المفترضة القائمة على أن كليهما تحدث عن كائن سماوي يأتي في مرحلة عمرية معينة ثم يعود في مرحلة لاحقة، فهي مثال نموذجي لما يسميه مؤرخو الأديان مغالطة التشابه السطحي، وهي افتراض أن التشابه في العناصر العامة لقصتين يدل على استعارة تاريخية مباشرة من إحداهما للأخرى، متجاهلين أن نمط الرسول الذي يتلقى الوحي في مرحلتين من حياته أو الكائن السماوي المرافق للنبي نمط سردي متكرر عبر تقاليد دينية متعددة لا علاقة تاريخية مباشرة بينها، بدءا من التقاليد الزرادشتية مرورا باليهودية الرؤيوية وانتهاء بنصوص أخرى، بحيث يصعب الجزم بأن أي تشابه بين قصتين يعني بالضرورة انتقالا مباشرا للفكرة من ديانة إلى أخرى، بدلا من كونه نمطا إنسانيا عاما يظهر في سياقات مستقلة أو ما يسميه الباحثون في الأنثروبولوجيا الدينية التطور المتوازي Independent Development، وهو تفسير أكثر حذرا واتساقا مع تعقيد تاريخ الأديان من افتراض النقل المباشر الذي يحتاج هو نفسه إلى دليل تاريخي موثق على وجود قناة اتصال فعلية بين الديانتين في زمن ومكان محددين، وهو دليل غير مطروح في الأصل. استخدام مفهوم الفيض الإلهي لتفسير طبيعة جبريل في القرآن إسقاط فلسفي أفلاطوني محدث على نص لم يستخدم هذا الإطار المفاهيمي أصلا. فكرة الفيض القرآن نفسه لا يفصل كثيرا في قصص الأنبياء ولا في تفاصيل اليوم الآخر ولا في كثير من القضايا الغيبية الأخرى، وهذا الاقتضاب سمة عامة في أسلوب القرآن وليس خاصية فريدة بموضوع جبريل وحده، بحيث لا يصح استخلاص نتيجة خاصة بجبريل من ظاهرة أسلوبية عامة تشمل كل القضايا الغيبية في النص. القول إن هذا الاقتضاب يثير الشك في مصدر الفكرة أو يوحي بأنها مستعارة من مصدر خارجي مغالطة تسمى مغالطة الفجوة، أي افتراض أن غياب التفصيل في مصدر يعني بالضرورة استعارة التفاصيل من مصدر آخر، بينما الأصح منهجيا افتراض أن غياب التفصيل انعكاس لطبيعة النص وأسلوبه ما لم يقم دليل مباشر على النقل. خلاصة القول إن هذه القراءة تجمع بين مغالطة لغوية في تحديد معنى اقرأ بتجاوز السياق الداخلي للنص، ومغالطة إحصائية في حصر ذكر جبريل بالاسم العلم دون اعتبار أسمائه الأخرى، ومغالطة منهجية في المقارنة الدينية بافتراض النقل المباشر من تشابه سطحي دون دليل تاريخي، وخطأ زمني في إسقاط مصطلح فلسفي متأخر على نص سابق عليه بقرون. وهذه ليست تفاصيل هامشية في نقاش أكاديمي، بل هي أخطاء منهجية أساسية تجعل الاستنتاج النهائي أن مفهوم جبريل مستعار أو أن الوحي المحمدي أقرب إلى تجربة إلهام أدبي عام، استنتاجا مبنيا على سلسلة من القفزات غير المبررة أكثر مما هو مبني على قراءة متماسكة للنص القرآني في سياقه اللغوي والتاريخي والداخلي. تصوير جبريل بوصفه انتقل من فيض إلهي غامض إلى ملاك يوصي بالهريسة، صياغة تجمع بين مستويين مختلفين تماما من النصوص وتعاملهما وكأنهما طبقة واحدة متجانسة يمكن أن يتطور أحدهما إلى الآخر، بينما الحقيقة المنهجية هي أن الفيض مفهوم فلسفي متأخر لم يظهر في أي نص قرآني أو حديث أصلا، بل هو إسقاط لاحق من الفلسفة الأفلاطونية المحدثة على النص الديني، في حين أن رواية الهريسة رواية ذات إسناد ضعيف جدا في كتب الحديث لم يصححها كبار المحدثين، وبعضهم أدرجها ضمن الموضوعات أو شديدة الضعف، وضع مفهوم فلسفي لم يرد في النص أصلا في مقابل رواية ضعيفة لم تثبت، ثم تصوير الانتقال بينهما وكأنه تحول تاريخي حقيقي لصورة جبريل مغالطة منهجية مزدوجة، فهي تفترض وجود الطرف الأول الفيض في مكان لم يوجد فيه، وتمنح الطرف الثاني الهريسة وزنا تمثيليا لا يستحقه سندا ومتنا. المشكلة الأعمق في الاستدلال بروايات مثل رواية الهريسة هي الخلط المتعمد أو غير المتعمد بين ما ورد في مصدر منسوب إلى التراث وما هو معتمد أو صحيح في ميزان علم الحديث والسيرة. علماء الحديث المسلمون أنفسهم منذ القرون الأولى وضعوا منظومة نقدية صارمة لتمييز الصحيح من الضعيف والموضوع، بناء على دراسة السند سؤالا:
سؤالا عن كل راو وعلى مطابقة المتن لأصول الشريعة العامة. رواية تتحدث عن جبريل ينصح النبي بطعام لتقوية القدرة الجنسية بسبب كثرة زوجاته هي بالضبط النوع من الروايات التي صنفها علماء الحديث والسيرة ضمن الروايات الشديدة الضعف أو الموضوعة، لتعارضها مع السياق العام لسورة الوحي في المصادر المعتمدة ولضعف رجال إسنادها. الاستشهاد برواية كهذه لبناء استنتاج عام عن كيف تصور التراث الإسلامي جبريل يمنح رواية هامشية مرفوضة عند غالبية أهل الاختصاص مكانة تمثيلية لا تستحقها، وهو أسلوب معروف في نقد المصادر التاريخية باسم الانتقاء غير المتوازن للمصادر، أي اختيار الرواية الأضعف والأكثر إثارة من بين مئات الروايات الأخرى وتقديمها للجمهور وكأنها الصورة النمطية السائدة، بينما هي في الحقيقة استثناء مرفوض وليست قاعدة. القفزة من رواية ضعيفة واحدة إلى استنتاج عام عن ابتذال شخصية جبريل والنبي في الوعي الشعبي الإسلامي تتجاهل أن التراث الإسلامي نفسه أنتج المنهج الذي يفضح ضعف هذه الرواية بالذات. لا يوجد تناقض بين وجود روايات ضعيفة متناثرة في كتب التراث الواسعة وبين وجود منظومة نقدية داخلية رفضت هذه الروايات تحديدا. الاستشهاد بالرواية دون ذكر حكم علماء الحديث عليها يخلق انطباعا مضللا بأن التراث الإسلامي بمجمله يتبنى هذه الصورة، بينما الصحيح هو أن التراث نفسه يحتوي على أداته النقدية الخاصة التي أسقطت هذه الرواية من الاعتبار قبل قرون. أما القول بأن قصة غار حراء غير واردة في القرآن ولذلك رفضها بعض المؤرخين جملة وتفصيلا، فهذا صحيح جزئيا لكنه مضلل في طريقة عرضه. غياب التفاصيل السردية لحدث ما عن نص تشريعي عقدي مقتضب مثل القرآن لا يعني عدم وقوعه تماما، كما أن غياب تفاصيل مولد النبي أو تفاصيل حياته اليومية عن القرآن لا يعني عدم وقوعها، لأن القرآن ليس كتاب سيرة تفصيلية أصلا، بل نص تشريعي عقدي يذكر من الأحداث ما يخدم غرضه العقدي أو التشريعي. المصادر التي تروي تفاصيل غار حراء هي مصادر السيرة والحديث المتخصصة أصلا في التأريخ للسيرة النبوية بتفاصيلها اليومية، وهذا تقسيم عمل طبيعي بين نوعين من النصوص لا يستدعي افتراض التناقض أو الاختلاق كلما وجد تفصيلا في مصدر متخصص في التفصيل ولم يوجد في مصدر، ويمر عبر رواية حديثية ضعيفة مرفوضة عند أهل الاختصاص وينتهي إلى التشكيك في وقوع حادثة غار حراء بالاستناد إلى غياب تفاصيلها عن نص مقتضب بطبيعته. هو بناء يعتمد في كل حلقة من حلقاته على انتقاء غير متوازن للمصادر وتجاهل للمنهج النقدي الداخلي الذي طوره علماء الحديث والسيرة أنفسهم عبر قرون لتمييز الروايات المعتبرة من الضعيفة والموضوعة. الاستنتاج النهائي بأن صورة جبريل تحولت من مفهوم فلسفي مجرد إلى شخصية شعبية مبتذلة ليس انعكاسا لتطور تاريخي حقيقي في مصادر معتمدة، بل هو أثر منهجي لطريقة انتقائية في التعامل مع مصادر متفاوتة القيمة العلمية وكأنها متساوية في الوزن والاعتماد. القول بأن محمدا لم يحتك بالله مباشرة أبدا وأن هناك دائما وسيطا في كل تجربة الوحي يقدم هنا كحقيقة نصية مسلم بها، بينما هو في الواقع موقف عقدي محل خلاف تاريخي داخل التراث الإسلامي نفسه وليس نتيجة حتمية يفرضها النص القرآني بذاته. فحديث المعراج بما يحمله من روايات متعددة في كتب الحديث والسيرة تضمن خلافا مشهورا بين الصحابة والمفسرين أنفسهم حول ما إذا كان محمد قد رأى ربه أو كلمه بلا واسطة تلك الليلة، وقد ذهب بعض كبار الصحابة وعلى رأسهم ابن عباس إلى إثبات نوع من المخاطبة أو الرؤية المباشرة استنادا إلى قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهي آيات فسرت من قبل مفسرين معتبرين على أنها تصف قربا واتصالا لا يحتاج إلى واسطة ملائكية، بخلاف واقعة الوحي الاعتيادي عبر جبريل في مكة والمدينة. وجود هذا الخلاف التفسيري والموثق في أمهات كتب التفسير يجعل الجزم بأن الوسيط حاضر دائما بلا استثناء تسطيحا لمسألة عقدية معقدة اختلف فيها علماء الإسلام أنفسهم قرونا لا استخلاصا محايدا من النص. الأخطر منهجيا هو تحويل هذه المسألة الخلافية إلى قاعدة كونية صارمة مفادها أن الله لا يتصل بالبشر مباشرة أبدا،
ولا يتصل بالعالم بشكل مباشر، بحيث دائما هناك وسيط. وهذه صياغة تنتمي إلى نسق فلسفي تجاوزي محدد، يشبه ما يعرف في تاريخ الفلسفة بمذهب التعالي الصارم ترانسندنس، المرتبط بأفلاطونية محدثة أو ببعض الاتجاهات الغنوصية، وليست موقفا قرآنيا معلنا بهذا الإطلاق. القرآن نفسه يصف الله بأنه أقرب إليه من حبل الوريد في سياق الحديث عن الإنسان عموما، ويصف تلقي الدعاء والاستجابة له بلا وسيط ملائكي مذكور. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذه النصوص تصف نمطا من القرب الإلهي المباشر، لا يحتاج بالضرورة إلى نفس آلية الوسيط الدائم التي يراد تعميمها على كل أشكال الاتصال الإلهي بالبشر. تحويل حالة خاصة، آلية نزول الوحي التشريعي عبر جبريل إلى قانون عام يحكم كل أشكال العلاقة بين الذات الإلهية والعالم، مغالطة تسمى التعميم المتسرع، إذ يبنى حكم شامل على مصدر واحد من الأدلة يخص سياقا محددا، نزول الوحي القرآني، ثم يسحب على كل تصور العلاقة بين الله والكون. أما مسألة كسوف الشمس عند وفاة إبراهيم بن النبي، فإن الرواية الصحيحة الواردة في كتب الحديث المعتبرة تصف موقفا مختلفا تماما عما يوحي به وصفه بأن النبي رفض المعجزة. الرواية تذكر أن الناس ربطوا الكسوف بوفاة إبراهيم على سبيل التطير أو التبرك الشعبي التلقائي، فبادر النبي إلى تصحيح هذا الفهم موضحا أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الكونية الثابتة التي لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، أي أنه صحح تفسيرا خاطئا شائعا بين الناس لظاهرة طبيعية. ولما يرفض معجزة